السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا البرد ده مش عايز غير أكلة واحدة، هو العدس وما فيش غيره. هنعمله بالشعرية وهنعمل كمان فتة عدس. يلا مش حرمكم من حاجة. هنحمص شوية شعرية على النار ونسويها نص سوا، وحلة تانية على النار معلقة زيت، بصل، طماطم، جزر، فصوص توم، وننزل بربع كيلو عدس، ورقتين لورا، وملح وكمون وزنجبيل ورشة كركم، وننزل بقى بكوبايتين مية. لو عندك شوربة مش مشكلة، زي ما تحبي يا حبيبة قلبي. أول ما يستوي بنخرج ورق اللورة ونضربه بالهاند بلندر. ما عندكيش هاند بلندر، في الخلاط مفيش مشكلة معانا. دلوقتي تضربيه كويس جدا، وأول ما تظبطي قوامه ننزل بقى بالشعرية، تاخد لها غلوتين تكمل سواها. ونحضر بقى ايه الطشة. اللي حابب الطشة، توم، ملح، فلفل اسود، كزبره ناشفه، وشويه شطه، ومعلقه سمنه بلدي. وعلى فكره العدس ممكن تاكليه كده تمام جدا، بس اللي بيحبه بالطشه بقى تعملي له الطشه. دلوقتي بقى بعد ما خلصناه هنقدمه، ومنسيناش فتة العدس. حمصنا رغيفين عيش في الفرن ونزلنا بيهم على العدس اهو. عملنا احلى فتة عدس ممكن تاكليها في حياتك، وبصل اخضر وشويه سلطه وكده تمام قوي، وبالهنا والشفا. طعمه تحفة بصراحة، يجنن. يا ريت تجربوه وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. طعمه جنان، وبصل أخضر بقى، لا 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 ما أقولكيش بقى. وسلطة حاجة كده، مش قادرة أبطل أكل بصراحة من جماله. يلا ما تنسينيش لايك وشير، وتكتبي لي رأيك في الكومنتات، وبالهنا والشفا. باي باي.